ولإيضاح الصورة ومعرفة تفاصيل أكثر نستضيف في هذا اللقاء الفندم طارق. يا أهلا وسهلا. طارق محمد عبد الله صالح عفان. طيب تمام، ما برسل لك حوالي الآن بس تعريف ولو يعني الاسم هذه حبوب. أوكي، خليني أسألك ما اختلفناش. شهدت في الآونة الأخيرة المحافظة الشرقية كحضرموت والمهرة تحركات واجتياح من قبل قوات عيدروس، قوات تابعة لنائب رئيس مجلس القيادة تجتاح مناطق سيطرة فيها قوات رئيس مجلس القيادة. أنت كيف تفسر هذه التحركات وهذا الهجوم؟ يعني بصراحة أنا سبق وقلت تصريح أنه هذا يعتبر إعادة ترتيب لمسلح العمليات. إعادة ترتيب، إيش الفرق بينه وبين إعادة تموضع اللي عملتوها أنتم في الحديدة؟ في فرق طبعا. إيش الفرق؟ بالنسبة لإعادة التموضع الذي قمنا به في الحديدة كان إعادة تموضع يعني رجوع الأوفر، يعني ريبوس. لكن ما قام به عيدروس هو ترتيب مسرح العمليات، ترتيب يعني للأمام، وهذا يعني هو الفرق كله يعني على رغبة السواق، والذي يقول لك تقدم للأمام أو ترجع للخلف، لا يعني مجرد ركاب والسواق هو أخبر. يعني أنت تعرف تسوق ولا عندك سيارة؟ عندي موتور. طيب عيدروس واضح من تحركاته أنه يقولها بوضوح أنه يريد تقسيم البلاد أو الانفصال. ما مصلحتك أنت في تقسيم البلاد أو إذا حصل انفصال؟ ما هي المصلحة اللي بدك تكتسبها؟ صراحة يعني بالنسبة لمصلحة البلاد ما فيش في هذا الموضوع، لكن هناك مصالح يعني لازم أحافظ عليها، أنا معني بالحفاظ عليها في المقام. مثل إيش؟ في شارعين في المفار بزفلته، في فندق جميل، في أسانسير، والسمك لازم أن يشعر السمك بالأمان، وأنا معني بهذا الخصوص. يعني بتقبل بتقسيم البلاد عشان الشارعين هذا؟ ايش رايك انت لو تامل اعاده تموضع لهذا السؤال جدا؟ ابوها السؤال هذا موضوعه. خلينا لو عدنا بالاحداث الى الوراء، ايام وانتم موجودين في صنعاء كنتم شركاء للحوثي في اسقاط صنعاء، وايضا في مواجهه الشرعيه لعده سنوات والقتال معهم، ثم انتقلتم الى الجهه الاخرى او تموضعتم للجهه الاخرى واصبحتم تقاتلون مع الشرعيه في مواجهه الحوثي. كيف تفسر التقلبات هذه؟ سؤال مهم ومنطقي. احنا كنا في تحالف مع الحوثي وكنا نعتقد وقتها انه مع الوطن، لكن مع الاسف في لحظه من اللحظات استهدف الوطن. ايش يعني؟ قصف بيت الزاين. بيت الزاين. طيب عادي بالنسبه له استهدف بيوت الناس في تعز والبيضاء ومارب وكذا، كان عادي الموضوع عندكم هذا؟ هؤلاء كانوا يعني مبتزدوا في صف العدوان. والان انت في صف من؟ لا يعني اقصد النوع بمنبق ما كان سيكون او ما كنا. ما في سؤال ثاني صح؟ ايوه في سؤال في موضوع يعني استهداف الزعيم. انت كنت الحارس الشخصي او قائد كتيبة الحراسة للزعيم. كيف يعني السؤال الذي سأله الناس جميعا، كيف ينجو الحارس والمحروس يقتل؟ يعني كيف الحراسة هذا؟ سؤال منبجي صراحة وكثير جدا سألوني وتلقيت السؤال هذا من عدة ناس وفي كل مكان يسألوني هذا السؤال. طيب ايش الجواب؟ ما حصلت لحد الآن إجابة يعني صراحة. طيب من نسأل يعني؟ تسأل أي واحد يعني، ما جيت تسألني إن أنا سأل شيء جيبيتي خلاص أنا الأمور تطورت وتكنولوجيا يعني. طيب الآن أنت عضو مجلس القيادة ورشاد العليمي رئيس مجلس القيادة، أنت مؤيد التحركات عضو مجلس القيادة الآخر عيدروس في السيطرة على حضرموت، رئيس مجلس القيادة يعارض هذه التحركات. يعني ليش هذا الاختلاف وليش هذا التناقض مع أن أنتم يفترض أن أنتم مجلس رئاسي أو قيادي واحد؟ نعم مجلس رئاسي واحد لكن كل واحد له رأي ينتبه. قصدك كفيل مختلف؟ يعني أنت إذا بتشوف بهذه الطريقة فيعني تعتبر صحيح. هذا يعني أنا دائما أطالب بإعادة تموضع وإعادة ترتيب بمصلحة الكفلاء. إذا واضح أن الأمر مش بأيدي الوكلاء ولكن بأيدي الكفلاء، ولهذا
واضح أنه إذا إحنا نحتاج أو نريد تتوحد البلاد نطالب أولا بتوحيد الكفيل للأسف.